مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي موعد نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمسهل بالعناوين. المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية 2025 يواصل عمله في اليوم الثاني. تنظيم البطولة الوطنية لاختراق الضاحية في مندفرة. التبرع بنصف مليون نقفة لمدرسة كرن للصم. روسيا تتوعد بعد استهدافها بصواريخ أتاكامز الأمريكية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنهم مستعدون لمفاوضات نووية بناءة ودون تأخير. قوات من أمريكا الوسطى تصل إلى هايتي لمحاربة العصابات. السلام عليكم ورحمة الله. واصل المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية 2025 الذي يعقد في أسمرة تحت شعار التعاون الدولي والإقليمي من أجل التنمية المستدامة. واصل انعقاده اليوم 5 من يناير لليوم الثاني، حيث تم تقديم أكثر من 60 ورقة بحثية. الأوراق البحثية التي تم تقديمها اليوم تتعلق بالعلم والتنمية والسياسة الخارجية الإريترية وانتقال النظام الدراسي من خلال البحث والتوثيق والمركز الوطني وتحديات وفرص الخدمات الصحية والتعليم والعدالة الاجتماعية واللغة والتكنولوجيا والاعتماد على الذات المعنى والغرض والسيادة والقوة الدولية البيئة وعلوم المناخ إدارة التراث ودور القانون في تعزيز الشراكة الإقليمية والنشر والترجمة ومواضيع أخرى. وقد كانت مشاركة الشباب الإريتريين من الداخل والخارج كبيرة. وقال السيد بنيام برهي مسؤول الشؤون التنفيذية بالسفارة الإريترية في إثيوبيا والاتحاد الإفريقي خلال تقديمه ورقة بحثية حول السياسة الخارجية الإريترية، قال إن السياسة الخارجية الإريترية لها خلفية تاريخية، موضحا أن حرية الاختيار ورفض التدخل الخارجي من بين ركائزها الأساسية، وأنها دفعت ثمن ذلك في السنوات الأخيرة، موضحا بأن بعض الدول التي أدركت صواب هذا النهج تحزو حزوها، مستشهدا بأمثلة. وقالت الآنسة بيرسابة دانييل التي قدمت ورقة عن قطاع التعليم في البلاد إن الورقة ركزت على كيفية زيادة الدافع لدى طلاب المدارس الثانوية، وأوضحت بأن الحضور قدموا آراء بناءة. وقال الأوغندي لامبرتا إيبيتو الذي قدم ورقة حول التحالف الجيوسياسي الناشئ، بما أن النظام الاقتصادي العالمي يهمش إفريقيا، فإنه يتعين على الدول الإفريقية أن تتعاون وتعمل في شراكة لمواجهة التحديات، كما ينبغي عليها أن تعدل وضعها كقارة لضمان استعدادها للمشاركة. من جانبها أوضحت سوليانا نوغوسيا الخبيرة القانونية التي قدمت ورقة حول عضوية إريتريا في منظمة التجارة الحرة الإفريقية من الناحية القانونية فرص وتحديات الانضمام إلى المنظمة. وإلى جانب المؤتمر والأوراق البحثية المقدمة تقام أيضا معارض للكتب وعروض للملصقات. ويختتم المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية 2025 أعماله يوم غد 6 من يناير. قال المنظمون والمشاركون إن المشاركة الشاملة للعلماء والخبراء والمهنيين الشباب الإريتريين في المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية أمر يستحق الثناء. وقال أمين اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للدراسات الإريترية الدكتور تمسكن تسفى مريم إن المؤتمر بمثابة منصة للشباب من مختلف المؤسسات لتقديم أوراقهم البحثية. وقالت أميرة سناي ونور عبدو اللذان يقدمان أوراق بحثية إن المؤتمر أتاح لهما فرصة لاكتساب المعرفة والخبرة والالتقاء بالعلماء والخبراء الإريتريين والأجانب. وتقدم في المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية الذي افتتح في 4 من يناير أكثر من 150 ورقة حتى يوم غد 6 من يناير.
أقيمت اليوم في مدينة مندفر البطولة الوطنية لاختراق الضاحية 2025 التي ينظمها الاتحاد الوطني لألعاب القوى في إريتريا. وشاركت في هذه البطولة التي قسمت على 6 فئات فرق من أقاليم عنسبة والجنوب والأوسط ونادي دندن التابع لوزارة الدفاع ومتسابقين بصورة فردية. المتنافسون أقل من 18 عاما قطعوا مسافة 4 كيلومترات وأقل من 20 عاما 6 كيلومترات، واللاعبون الكبار قطعوا 10 كيلومترات. بالإضافة إلى ذلك أقيم سباق تتابع لفرق السيدات والرجال بطول 8 كيلومترات. وفي النتائج الختامية فاز الإقليم الأوسط في فرق السيدات والرجال تحت 18 عاما، وفاز الإقليم الجنوبي في فرق الرجال تحت 20 عاما، فيما فاز الإقليم الأوسط في فرق السيدات تحت 20 عاما. بالمثل في فئة الكبار فاز الإقليم الأوسط في سباق السيدات، وفاز الإقليم الجنوبي في الرجال، فيما فاز الإقليم الأوسط في سباق التتابع. بشكل عام فاز الإقليم الأوسط في سباقات السيدات، وفاز الإقليم الجنوبي في سباقات الرجال. وقال رئيس الاتحاد الوطني لألعاب القوى السيد إفريم تخستي لوكالة الأنباء الإريترية إن الحدث تم تنظيمه لدعم نصف ماراثون شرق إفريقيا المقرر تنظيمه في مصوع بمناسبة ذكرى عملية فنقل البطولية. تبرع أعضاء مؤسسة التنمية الإريترية في الولايات المتحدة بنصف مليون نقفة لمدرسة كارن للصم. وفي حفل التسليم الذي أقيم في 3 يناير قال الدكتور فكاك هابتيس أحد أعضاء الجمعية أنهم اتخذوا هذه الخطوة لأن دعم الصم هو واجب وطني. من جانبها قالت الدكتورة عايدة أبرهين المساعدات تهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب الصم في دراستهم. وأشاد مدير مدرسة كارن للصم الأستاذ سيف أبراهام هانشو بالمبادرة التي اتخذها الإريتريون. وأدى حريق ناجم عن ارتفاع ضغط الكهرباء في مدرسة كارن الابتدائية والمتوسطة للصم يوم 13 من أكتوبر 2024 إلى خسارة تقدر بنحو 2 نقفة بحسب وثائق المدرسة. نظمها اتحاد سباق الدراجات بالإقليم الأوسط ندوة يوم 3 يناير في أسمرة تحت شعار الاستثمار منسق لتطوير سباق الدراجات. وأوضح رئيس اتحاد سباق الدراجات في الإقليم الأوسط الأستاذ إيوب رؤسوم خلال العرض الذي قدمه لتطور سباق الدراجات على مستوى الإقليم مدعما بالصور المتحركة، قال إن ركوب الدراجات هي رياضة تم فيها توثيق العديد من الأحداث المفيدة والتي تدعو للفخر فيما يتعلق بالتاريخ الاجتماعي والسياسي للبلاد. وحث رئيس الاتحاد الوطني لسباق الدراجات السيد تمس قرداء المجتمع بأكمله والجهات التنفيذية والدراجين على العمل معا وتقديم مساهمة واعية لتسليط الضوء على تاريخ أسلافنا في سباق الدراجات. ووجه المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولد برهان دعوة إلى تطبيق هذه المبادرة في الرياضات الأخرى لأنها ستساعد في سد الفجوات والارتقاء بتطور رياضة الدراجات إلى مستوى أعلى، شاكرا المنظمين والمشاركين على اقتراحاتهم البناءة. هذا ويعود تاريخ سباق الدراجات في بلادنا إلى ما يقرب من 90 عاما. استشهد المناضل المقدم هيلا كيدان نقاش في 26 من ديسمبر 2024 عن عمر يناهز 76 عاما في الهند جراء مرض ألم به. التحق هيلا كيدان بصفوف قوات التحرير الشعبية الإريترية في فبراير 1975 وعمل كطبيب كتيبة في الأطقم الطبية الأمامية أثناء النضال من أجل التحرير ومديرا طبيا لمستشفيات عصب وبارنتو العسكرية بعد الاستقلال. المقدم هيلا كيداني رب أسرة وأب ل3 أبناء، وقد جرت مراسم تشييعه اليوم 5 يناير 2025 في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب قيادة الجيش الشعبي ووزارة الدفاع عن حزنها العميق باستشهاد المناضل المقدم هيلا كيداني وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. بعد أن أعلنت روسيا أنها تعرض 8 صواريخ من طراز أتاكامز أمريكية الصنع أطلقتها أوكرانيا تجاه أراضيها مستهدفة منطقة بيلغرود، توعدت موسكو بالرد بشدة. وجاء في بيان للجيش الروسي أعمال نظام كييف المدعوم من أوصيائه الغربيين ستكون موضع رد. وقال البيان إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ أتاكامز أمريكية الصنع
و72 طائرة مسيرة أطلقتها كييف. كما أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت أيضا 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضيها، 3 منها فوق منطقة لينينغراد في الشمال، ما تسبب في إيقاف الملاحة الجوية في مطار بولكوفو في سان بطرسبرغ. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن 16 مسيرة أوكرانية تم تدميرها فوق مناطق محيطة بسانت بطرسبرغ. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات نووية بناءة ودون تأخير، مضيفا أن طهران جاهزة للتفاوض بناء على صيغة بناء الثقة مقابل رفع العقوبات. وقال: نحن على استعداد للدخول في مفاوضات بناءة ودون تأخير بشأن برنامجنا النووي، مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل على حد تعبيره. كذلك رأى أن الصيغة التي تتبناها إيران هي نفس صيغة الاتفاق النووي، وهي عبارة عن بناء الثقة بشأن البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. جاء هذا بعدما قالت 3 مصادر مطلعة على القضية أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قدم للرئيس بايدن خيارات بشأن هجوم أمريكي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية وفقا لوكالة أكسيوس. وصلت قوة من قوات الأمن من غواتيمالا وإلسلفادور إلى عاصمة هايتي لتعزيز مهمة الأمم المتحدة التي طال انتظارها والمكلفة باستعادة الأمن وسط صراع دموي مع العصابات المسلحة. وقال ضابط اتصالات في البعثة إن الوافدين الجدد يتألفون من 75 من غواتيمالا و8 من إلسلفادور. وقالت الحكومة المؤقتة في هايتي أن رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي ليزلي فولتير إلى جانب رئيس الوزراء أليكس دي فيليكس رحبوا بالقوات في مطار بورت أو برانس. وقالت الحكومة: لقد جاءوا لتعزيز القوى المتعددة الجنسيات في القتال ضد العصابات والأسلحة في البلاد. وكان الرئيس الغواتيمالي برناردو أريفالو قد تعهد في سبتمبر بإرسال 150 من أفراد الشرطة العسكرية بعد 3 أشهر من تعهده في البداية في رسالة إلى الأمم المتحدة بإرسال قوة غير مرقمة إلى جانب المعدات الشخصية. توفيت أكبر معمرة في العالم اليابانية توميكو إيتوكا البالغة 116 عاما حسب ما أعلنت مدينة آشيا جنوب اليابان حيث كانت تقطن. وقال رئيس بلدية آشيا في بيان إن لإيتوكا 4 أبناء و5 أحفاد، وتوفيت في دار المسنين حيث كانت تقيم منذ العام 2019. ولدت إيتوكا في 23 من مايو 1908 في أوساكا بالقرب من آشيا، وصنفت أكبر معمرة في العالم في عام 2024. وتشهد اليابان حاليا أزمة ديموغرافية مع تزايد عدد المسنين وتقلص عدد القوى العاملة، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف الطبية والاجتماعية. وفي سبتمبر أعلنت اليابان أنها تضم أكثر من 95 ألف شخص معمر، 88% منهم من النساء. في ختام هذه النشرة إلى حضراتكم تذكير بالعناوين. المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية 2025 يواصل أعماله في يومه الثاني. تنظيم البطولة الوطنية لاختراق الضاحية 2025 في مكتفلة. التبرع بنصف مليون نقفة لمدرسة كرن للصم. روسيا تتوعد بعد استهدافها بصواريخ أتاكامز أمريكية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنهم مستعدون لمفاوضات نووية بناءة ودون تأخير. قوات من أمريكا الوسطى تصل إلى هايتي لمحاربة العصابات. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.